في بالكم حاجه ان شاء الله خير والله بالحق انا نحبه كي يغني ما شاء الله تبارك الله عليه. في بالكم ما سمعتوش قدور يأذن مؤذن قدور كي نذكر اللي انت مؤذن والله باهي اسمع ما عادش نكلاشيك وما عادش نتعارك ما نكلاشيش انا ما عادش نتعارك انا وياك هاو قدامك وانا نوعدك يا سهيل انا ما عادش نعمل لك حتى شيء انت والله لا نختارك لو كان تفضل لحظه ليه سيبو وعد مستجاب لو كان قدوري والله لو كان قدوري اذن توا وقسما بالله انا ما عادش نقلقك توت سويت تفضل تفضل والله نحبكم تسمعوه بالحق ما شاء الله على اخويا تفضل قدور مادام دور صاف ما عادش عملنا شيء شوف هو راهو الاذان راهو ذكر ذكر يعني ذكر فهمت والاذان هو في النطق وفي الاداء قران يعني حاجه مقدسه برشا وفيه بركه وها باش ناخذ بخاطرك اما ما تنساش وعدك الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. برافو قدور معناتها اذان فكرنا برمضان فكرنا بالخشوع برشا حاجات معناها مزيانه في ديجا احنا في عواشر واجواء مقدسه وروحانيات من عند ربي وفرصه باش الواحد يكبس روحه وفرصه باش يستعد لرمضان وكان عمل حاجه في رمضان اللي فاتت يداركها في رمضان السنه وجميعنا كل بني ادم خطاء وخير الخطائين توابون وان شاء الله ربي يحنن القلوب على بعضها اخويا كالعاده اخويا نختلفوا كل شيء نتعاركوا لكن النوايا طيبه وان شاء الله انا مثلا اذا كان نرى في زميلي ولا في خويا ولا في عشيري ولا في اللي هو ولا حتى انسان ما نعرفوش قبلت في موقف انا ريت كي نشوف فيه غلط نعمل يعني كيما سبحان الله كيما هما يشوفوا فيا الغلط سبحان الله تنجم تكون وجهه النظر نتاعي انا غلط كيما تنجم تكون صحيحه لكن انا مطالب سبحان الله حاجه من عند ربي نحب كي نشوف البشر غلط نطلب ربي يوفقني باش يكون عندي اسلوبي باش نجم نقول له راهو هذاك ما يجيش فقط ونجم نكون غلط واضح هذا هو راهو المؤمن لاخيه مرآة واضح فهمت لكن احنا اليوم البشر ككل ولا يخاف يعني من الطرف المقابل باش يجي يحكي له حكايه كيف نحكي ولا باش يفيقه سبحان الله وخليني نرجع ونقول مانيش داعيه راه نقول في الكلام ده مانيش داعيه ومانيش شيخ واضح لكن سبحان الله وما عنديش زاده فكر ما عنديش زاده فكر وهابي خليني كي ديما يتهم فيا الاخ نوفل فهمت
هكاك سبحان الله، راهو حاجه فطريه، والانسان راهو يلزم يفرح كي تكون عنده الحاجه هذيا. شوف خليني باش نختم، لست الافضل ولكن لي اسلوبي، وسابقى دائما اتقبل راي الناقد والحاسد، فالاول يصحح مساري والثاني يزيد من اسراري، وربي يهدي الجميع، والسلام عليكم.